استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الثلاثاء المنتخب المغربي لكرة القدم عقب إنجازه التاريخي في مونديال 2022. وصل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى العاصمة الرباط ظهر اليوم، وتم استقبال الطائرة في مطار الرباط سلا، فيما أحاطت سيارات الإطفاء برشها بالماء عبر خراطيمها. قامت الحافلة السوداء المكشوفة بجولة كبيرة أمام حشد كبير، وكان المغاربة يهتفون سير سير مع انطلاق الحافلة من مدينة سلا، ووصلت العاصمة الرباط، وهو الاقتباس المفضل للمدرب وليد الركراكي. وعقب الجولة وصل أسود الأطلس والوفد المرافق إلى القصر الملكي بالعاصمة الرباط، واستقبلهم العاهل المغربي ترحيبا حارا. منح العاهل المغربي محمد السادس وسام العرش لرئيس الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي. وحصل اللاعبون على وسام العرش من درجة ضابط.